هتتنيك قاعد جنب الست الحاجة والوالدة بتسلم عليك، عامل ايه يا ابني؟ كله تمام. هتتنيك قاعد جنبها كده لو ما استمرتش على الحاجة اللي انت بتعملها دي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال؟ أهلا من جديد في رحلة البحث النهاردة عن فكرة جديدة للفلوج، بحيث يكون الفلوج مفيد إن شاء الله، ما يكونش بس إن أنا بشاركك هل أنا بذاكر إزاي أو إيه اللي ماشي في يومي. فظهر قدامي مقولة وأنا بقلب كده في لا شيء، ظهر قدامي مقولة: تذكر هدفك هو العبور وليس محاربة التماسيح. علقت معايا جدا. أنا لاحظت الحوار ده الفترة اللي فاتت. عايز إيه من الكلية مثلا، أو أنت عايز إيه من ثانوية عامة اللي أنت بتذاكر لها دلوقتي؟ هدفك إن أنت تنجح، تعدي، تجيب المجموع اللي أنت عايزه. مش هدفك بقى تحارب ده وتحارب ده، وده حل أحسن مني، وده ذاكر أحسن مني. طب وده بيذاكر إزاي، وده بيعمل إزاي؟ طب ده عايش حياته كلها وفي نفس الوقت بيذاكر، ده مش عايش حياته ومخلي وقته بس للمذاكرة. أنت إيه هدفك من ده كله أصلا؟ أنت هدفك إن أنت تعدي، هدفك إن أنت تنجح، هدفك إن أنت تعمل حاجة معينة. مالكش دعوة بالباقي ده كله، مالكش دعوة باللي بيحصل، مالكش دعوة باللي حواليك كله. فبصراحة لقيت إن أنا بقارن وأنا ضد المقارنة أصلا. يعني أنا بكره المقارنة. طب أنا بقارن ليه؟ أنا بقارن لأن أنا الفترة دي ما كانتش أحسن حاجة معايا. يعني كمستوانا الفترة دي ما كانتش أحسن حاجة خالص. إن أنا أقارن نفسي بنفسي. يعني أنا كنت فين وبقيت فين. أنا ماليش دعوة بقى ده حل إزاي. هو هدفه مختلف أصلا. هو هدفه مثلا إن هو يرتب على الكلية. أنا مش هدفي إن أنا أرتب على الكلية. يعني ده شيء جميل جدا بس مش الهدف الأساسي بتاعي. يعني أنا نفسي أرتب على الكلية بس ده مش الهدف الأساسي بتاعي. انا عايز اركز على الهدف الاساسي بتاعي. فانا ماليش دعوه بالكلام ده كله بقى. هنا نقطه ان انت ترضى باللي انت بتعمله. يعني انت هدفك ايه؟ هو هدفه يرتب على الكليه ويطلع الاول ويجيب اخصائي مش عارف ايه ويشتغل في الكليه وفي التيم بتاع الكليه. انا هدفي بره خالص. بس انا هدفي اعمل حاجه معينه وانفع الناس وانتفع والكلام ده كله. يبقى انا ماليش علاقه بيه. يبقى انا ما قارنش اللي هو بيعمله باللي انا بعمله، ما قارنش نتائجه بنتائج انا. فترضى باللي انت بتعمله وترضى بمستواك وترضى بالحاجه اللي انت بتعملها، لان دي هتخدم هدفك انت. لو مش هتخدم هدفك ما تعملهاش وركز على الهدف بتاعك. طيب النقطه اللي بعدها: تجنب المشتتات. تجنب المشتتات. يعني مالكش دعوه ده بيعمل ايه، مالكش دعوه ده بيمشي ازاي. انت هدفك تعمل واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة. ركز على إنك تعمل واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة. ما تركزش ده في حاجة حلوة هناك وفي حاجة هتنفع هناك ودي حاجة كويسة. هي ملهاش دعوة بهدفك. حلوة بس ملهاش دعوة بهدفك. خليك في هدفك وخليك في الحاجة اللي أنت عايز تعملها. مالكش دعوة بالباقي. حرفيا وقلتها 60 مرة: مالكش دعوة بالباقي. خليك في الحاجة اللي أنت عايز تعملها بس. آخر حاجة: استمر. يعني استمر على الحاجة اللي أنت بتعملها. استمر وقت طويل. استمر حتى لو مفيش تتش. يعني واحد لسه قايلها لي والله الصبح: انا عايز اعملها كده، انا عايز اعملها بطريقتي، انا عايز اعملها واستمتع بالرحله. انا ما يفرقش معايا ريتش، ما يفرقش معايا ده مين شاف، ده مين عمل، ما يفرقش معايا ده مين حط لايك، ده مين ما حطش لايك. هدفي ان انا استمتع بالرحله، وهدفي ان انا اقدم حاجه تفيد. يعني ايه لازمتها الاعلانات؟ الاعلانات ممكن توصل لحاجات تانية والكلام ده كله، بس مش دماغي. يعني دماغي ان انا اقدم حاجه بتفيد. اللي عايز يشوفها هيشوفها واللي عايز يستفيد هيستفيد، بس كده. استمر في المذاكره حتى لو انت مستواك مش احسن حاجه. استمر في الشغل حتى لو انت ما بتنتجش الانتاج اللي انت عايزه. استمر في التمرين حتى لو انت جسمك مش حلو، حتى لو انت جسمك ما بيتطورش، حتى لو انت مش ماشي صح. استمر وخلاص، وبكره تمشي صح، بكره تعدل اكتر، بكره توصل لحاجه حلوه ان شاء الله. فالمهم ان انت تستمر وتكمل على الحاجه اللي انت بتعملها دي اطول فتره ممكنه. لان انت لو ما استمرتش، ثلاث مرات مش هتوصل لحاجه. هل الحاجه دي حلوه، هل الحاجه دي وحشه، انت مش هتوصل لحاجه اصلا لان انت ما استمرتش. هتتنيك قاعد جنب الست الحاجه والوالده بتسلم عليك، عامل ايه يا ابني؟ كله تمام. هتتنيك قاعد جنبها كده لو ما استمرتش على الحاجه اللي انت بتعملها دي. عارف حته الاستمراريه دي بالذات؟ يعني لو قارنت بيننا احنا كمسلمين ان احنا المفروض إن يبقى عندنا صبر ويبقى عندنا جهد واستمرارية وثقة في الله، وان احنا نكمل في الحاجة اللي احنا بنعملها دي على طول، وبين اليهود والكفار والمشركين، يعني سواء دلوقتي او ايام الرسول عليه الصلاة والسلام، ان هم كانوا بيستمروا على اذية الرسول حتى هم متأكدين ان هو الرسول وهم متأكدين ان هو على الرسالة وهو الصح. فكانوا مستمرين في أذيته، كانوا مستمرين في إنهم يجاهدوا عكس الرسول عليه الصلاة والسلام في كل الغزوات، في كل الحروب. إن هم لأ، إحنا عارفين إن إحنا غلط بس إحنا متمسكين بالغلط بتاعنا. فإزاي بقى المشركين والمنافقين واليهود وده كلهم يعني عندهم الاستمرارية دي كلها وإحنا كمسلمين ما بنعملش ده؟ يعني إحنا كمسلمين اللي المفروض ديننا أمرنا إن إحنا نكمل ويبقى عندنا صبر والكلام ده كله، إحنا ما بنعملش ده.
دي حاجة تخلّيك تستمر، ودي حاجة تخلّيك تكمّل أطول فترة ممكنة، يعني فكّر فيها كده. وحابب أختم بمقولة: جاهد نفسك وراحتك حتى تصل لمبتغاك، وتذكر أن المبتغى والهدف الحقيقي هو ومن زحزح عن النار ودخل الجنة. بس كده. سلام.